صباح الخير ومساء يا جدعان، فيديو جديد. اي حد بيحب الكوره او بيشجع نادي معين لو قلنا له بيرلي هبطوا للشامبيونشيب الموسم اللي فات هيقول لك يا صاحبي انا مش مهتم، ما يولعوا. لكن لو قلنا له في نادي كان داخل على انهيار تام وشبه هيفلس، بس دلوقتي قدر يقف على رجله تاني ومتصدر الشامبيونشيب وبيلعب كوره حلوه جدا، هنا ممكن يقف ويسمع، لان معظمنا بيحب قصص النجاح والصعود وكل الحاجات دي. التحول اللي حصل للنادي ده ما كانش سهل خالص طبعا، وكان ممكن بسهولة قوي كل حاجة تفشل في الصيف. بيرلي خسروا أكتر من 13 لاعب محترف في قائمتهم بعد ما هبطوا للشامبيونشيب، أبرزهم نيك بوب، كورني وبن مي. متوسط أعمار اللاعبة دي كان تقريبا معدي ال 30، اللي اتبقى كان أقل من إنهم يكملوا حجز خماسي. فوق كل ده بقى النادي كان عليه ديون والمدرب كان مشي، الوضع كان مزري وسهل جدا تغرق بقى في الديون دي وتقعد تعاني وتعاني في الدرجة التانية ومش بعيد تهبط للدرجة التالتة. الشيء كويس نسبيا في القصة بقى انهم اتخلصوا من كم رهيب من الرواتب العالية فشخ للاعبتهم اللي مشيوا. لكن ازاي بقى هتقدر تقنع مدرب يجي للنادي ويبدأ معاهم من الاول خالص من تحت الصفر كمان؟ ومن هنا هنروح للشخصية الرئيسية في القصة وهو فينسنت كومباني. طبعا الكل عارفه بس عارفينه كلاعب مش مدرب. بعد ما اعتزل كلاعب رجع لبلجيكا ومسك أندرلخت، لكن أندرلخت وقتها كان وضعهم صعب شوية، مخلصين الدوري في المركز التاسع وبرضه عندهم مشاكل مالية. المهم فينسنت بعد سنتين معاهم أخد النادي من المركز التاسع للرابع في أول سنة ليه، والمركز الثالث في تاني موسم. ده غير انهم وصلوا لنهائي كاس بلجيكا لكنهم خسروا في الاخر بضربات الجزاء قصاد جنت. الراجل كان عامل معاهم شغل كويس، لكن اعتقد الناس كانوا متوقعين منه اكتر من المركز الثالث في الدوري مع نادي بحجم اندرلخت في بلجيكا. ومع نهاية موسم 2022 اتضح ان في اهتمام من بروسيا مونشن جلادباخ واكتر من نادي اوروبي تاني. لكن اعتقد كومباني لقى فرصة كويسة في بيرنلي لانه هيقدر يقود ويبني كل حاجة من الاول وعلى مزاجه ومعاه كل الصلاحيات هناك، عكس اي نادي اوروبي تاني. في الحقيقة برضه هي كانت مخاطرة من ادارة بيرنلي نفسهم لانهم جايبين مدرب ما عندوش خبرة كبيرة قوي يعني، وهتديله كل الصلاحيات. التحدي اللي كان داخل عليه فينسنت كومباني ما ينفعش يستهين بيه ابدا. لكن في الحقيقة واضح ان كومباني كان عنده بلان لوضع النادي وازاي هيخرجوا منه. الراجل مسك النادي وبدأ شغل معاهم بسرعة، والصراحة النتائج ظهرت كمان بسرعة. أول ما سوق الانتقالات فتح اشترى 16 لاعب جديد وكلهم أعمار صغيرة، وجاب معاه أكتر من لاعب من الدوري البلجيكي هو كان عارفهم وكان عارف طريقة لعبهم كويس. ده غير ان علاقته كويسة مع معظم الأندية في انجلترا، وجاب شوية لعيبة إعارة من أندية زي تشيلسي والسيتي. بعد كم التعاقدات دي دلوقتي نقدر نقول بقى عنده فرقة. ومن البداية كومباني ركز على التدريبات واللياقة البدنية العالية. التدريب كان مرتين في اليوم وممكن يستمر لحد الساعة 7 بالليل عادي جدا. المهم الفرقة تتقن أسلوب اللعب المطلوب. ماليا بقى الوضع ما كانش سهل زي ما قلنا من شوية، لكن الموضوع تقدر تقول اتليس. النادي دخله فوق ال70 مليون وصرفوا على التعاقدات تقريبا 25، فاتبقى 45 مليون. لكن كان لازم يدفعوا نص الديون اللي عليهم يعني 32 مليون تقريبا، بالتالي اللي اتبقى بس 13 مليون في الاخر للنادي يمشي بيهم حاله. المهم دلوقتي بقى في استقرار مالي نسبيا وفرقة موجودة ومدرب شكل معاه حاجة يقدمها للنادي. لو اتكلمنا عن طريقة لعب بيرنلي فأعتقد اللي هيجي في دماغك تكتل دفاعي بحت وكور طويلة، لعب قديم قوي ولو ممكن نقول بدائي يعني، ومع نسب استحواذ كان أقصاها 48%. فينسنت جه وغير طريقة اللعب تماما. أول ماتش ليه كان قصاد هيدرسفيلد وقدر يكسبهم 1-0 ومع نسبة استحواذ 70%. وخد بقى حبة الأرقام دي، ومن أول ماتش 16 شوطة 7 منهم على الجول وتقريبا 600 باص مع نسبة نجاح 85%. نقدر نقول الفرقة بقت بتلعب كورة، ولحد دلوقتي الراجل بيلعب كورة جميلة فعلا. أعتقد وبنسبة كبيرة كومباني اتأثر جدا بأسلوب لعب بيب، وانت هتلاحظ ده لو اتفرجت على أي ماتش فات لبيرنلي. بص أنا مش أفضل واحد يتكلم في تاكتكس بس هنجتهد. اللعب بيتبني من تحت من عند الحارس، حرفيا الحارس والدفاع تقدر تقول حجر الأساس في تخريج الكورة حتى لو الفريق التاني بيضغط عليهم.
موريتش بيخرج كرة صح قوي، حتى هتلاقيه بيتقدم سيكا علشان لو خط الوسط اتضغط قوي يقدر يرجع له الكرة كخيار تمريري يعني. فاهم ازاي يقف صح، ودايما قاري اللعب كويس، عنده نسبة نجاح تمرير فوق ال 75%. خلي بالك احنا بنتكلم عن الحارس بس لحد دلوقتي. نروح بقى لخط الدفاع والكرة مع بيرلي هيبقى متكون من 3 ورا، والتلاتة بيفتحوا لبعض كم رهيب من المساحات، وهيفضلوا يباصوا لبعض والخط النص لحد ما يلاقوا ثغرة يخترقوا منها دفاع الفريق التاني. حتى خط النص هتلاقيه بيلعب لعب بسيط وجميل قوي، سلم كرة، اجري، افتح لنفسك مساحة او اهرب من الرقابة وهتاخدها تاني، او هيرجع بيها تاني للدفاع لحد ما يلاقوا الثغرة اللي قلنا عليها من شوية. بص، في وضع الاستحواذ على اللعب التوزيع بيبقى تقريبا كده: 3 ورا، قدامهم كوريك وكولين، بعد كده قدامهم 4-1. لان فاتينهو في حالتنا هنا هتلاقيه بيتقدم دايما وفاتح الجناح، او ماتسن ايا كان مين اللي هيلعب باك شمال. كولين هيأخر نفسه ورا علشان يغطي وراه. روبرتس كده كده الناحية التانية مش بيتقدم قوي، او مش دايما بيتقدم. كورك واقف في النص، براون هيل هيلعب فولس 9، بنسون هيفضل فاتح الجناح اليمين، ماتسن هيتقدم زي ما قلنا وهيفتح الجناح الشمال، زراوري هيضم لجوه، رودريجيز كده كده متمركز في النص، وهيبداوا يرفعوا لهم كور او باصات من ورا خط الدفاع. لما الكرة مش بتبقى معاه الانتشار بيبقى 4-4-2 مع براون هيل لاعب 10 او مهاجم وهمي، ضغط عالي نسبيا مع ضغط المهاجم على خط الدفاع اللي هو في حالتنا هنا رودريجيز، وبنسون وزراوري هيقفلوا على الباكات، كولين وكوريك قافلين العمق ده اكيد. دلوقتي وبعد 28 ماتش اتلعبوا، بيرنلي متصدر بفرق 5 نقط عن شيفيلد اللي في المركز الثاني، ولحد دلوقتي عاملين سترايك وين ب 12 ماتش في الدوري مع متوسط نسبة استحواذ 62% كأعلى فريق في الدوري لحد دلوقتي. خط هجوم متوازن قوي، تقريبا كل الفرقة بتسجل، الموضوع مش مقتصر على لاعب واحد، ودي ميزة طبعا، لأن لو لاعب معين مش في يومه غيره موجود وهكذا. لعب مرن جدا وتغيير كبير قوي من فرقة فاضية لنادي بيكسب بس. فينسنت كومباني غير الفرقة تماما، ومن فريق واقف ورا بيستقبل لعب بس لفرقة بتلعب كرة حلوة قوي وقادرة جدا تخترق أي خط دفاع وبأكتر من حل. هما مش بس هيرجعوا للبريمير ليج في الموسم الجاي، لأ، ده وارد جدا جدا ياخد لقب الشامبيونشيب السنة دي. لسه بدري لكن بعد ما هيصعدوا اعتقد النادي هيبقى ملزم يعمل ميركاتو كبير علشان يقدر يجاري بقى رتم البريمير ليج، لان في الاول وفي الاخر شتان الفرق بين اللعب في الدرجة التانية والاولى. لكن اسم كومباني ومشروعه هيقدر يقنع لعيبة كتير بانهم يجوا للنادي. لسه هنشوف وهنتابع ايه اللي هيحصل، لكن الوضع حاليا مشرق قوي معاهم. وبس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة للفيديو ده. هستنى رأيك تحت، شايف ايه؟ هل يقدر كومباني ينجح بالنادي زي برايتون حاليا او برينفورد، ولا مجرد شوية نتائج وهمية وهيقعد جنب مدربين كتير كانوا ناجحين في الاول بس بعد كده انهاروا؟ لايك في ايدك وانت خارج، سلام.